اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. حبيبي قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اجعلكم النهارده في فيديو جديد ويوم جديد كله بركه ومعطر بذكر الرحمن وبطاعه الرحمن. الناس الجديده اللي اول مره تنورني في القناه ما تنسيش سبسكرايب للقناه واضغطي لايك للفيديو ده وكمان زر الجرس عشان اي فيديو انزله يوصلك اشعار بيه. يلا بينا بقى نشوف يومنا بدأ ازاي وانتهى ازاي، وكان يوم ما شاء الله كله طاقه وحيويه وكان كله حاجات جميله. واتمنى ان من الناس اللي بتتابعني وتشوف الفيديو ده، الفيديوهات عندي بقى لها فتره الريتش بتاعها واقع، وبصراحه سد نفسي قوي عن التصوير. فاتمنى ان انتوا تحاولوا تنشطوني شويه كده، لان بصوا كل مره باخد القرار ان انا خلاص انا هوقف تصوير. بس انا مشكلتي ان انا بحب اصور، يعني بحب اصور وبحب اعمل فيديوهات. فاتمنى منكم شويه تشجيع. ويلا بينا بقى، يومنا بدأ كده وقت السحور. سحور تاني يوم رمضان. اول يوم زي ما قلت لكم كنا فاطرين بره وما عملتش اكل. النهارده ان شاء الله هنعمل بقى مع بعض الفطار بتاع اول يوم. جيت هنا بقى فول وهنعمل فلافل وهنقلي بطاطس. وجبت كمان الطحينه. انتوا متخيلين اصلا لقيت الطحينه الكيلو ب180؟ انا اتصدمت اساسا من سعرها. انا قلت يعني كنت اخر مره جايباها ب80، فقلت ممكن لو زادت شويه تبقى ب120. لا، انا لقيتها ب180 جنيه، يعني الكيلو بدل بعد ما كان ب80 جنيه النص كيلو بقى ب90 جنيه. الكيلو زاد الضعف على طول، فربنا يرحمنا. وطبعا الفول بيبقى حابب الطحينه قوي، يعني عايز طحينه وليمون. هو الفول كده. حمرت البطاطس وحمرت بقى الفلافل كده. بصوا انا بحاول اغير في السحور كده، ما بقاش كله وتيره واحده، على اساس ان احنا ما نزهقش، لان السحور ده يعني عامل زي العشاء كده بالظبط، اللي هو لازم كل يوم تجددي فيه. وطبعا كنا عاملين قرص طريه مع بعض، وده كان سحورنا بقى، وزبادي، ونشرب شاي بقى، لازم كوبايه شاي كده عشان نقدر بقى نكمل طول اليوم. هنا بقى كنت بقى صليت الفجر ودخلت نمتلي كده ساعتين ثلاثة. وصحيت بقى على تحضير الفطار وتجهيزاته. بعد قراءة القرآن طبعا، ما اصلي الظهر كده واقعد اقرا في القرآن شوية وادخل بقى على طول على الغدا، لان النهار قصير جدا فالوقت ما فيهوش. هنا هنعمل بقى مع بعض الخروب، وهقول لك ازاي تعملي خروب طعمه بيبقى تحفة. تحطي شوية سكر كده وتكرمليهم يا دوب اللون ده بالظبط، ما اوعك يغمق منك، لانه لو غمق هيمرر الخروب. جيبي كوبايه خروب بقى وفضيها كده، وابداي اقعدي قلبي فيها شويه حلوين مع السكر المتكرمل. هتحطي، طب هتقولي لي هحط قد ايه؟ حطي معلقتين 3 سكر كده تكرمليهم، وبعد كده انزلي بالميه. وهنا حطيت برضو الحله اللي هنسقط فيها البطه، سبت الميه على النار كده تسخن. وحطيت برضو للخروب، بحب احط له السكر مش بعد ما يخلص، يعني بياخد بقى غلوتين 3 كده. لا، انا بحب احط له السكر اثناء وهو بيغلي. السكر بيدي طعم وبيدوب اكتر، يعني غير لما تحليه بعد. بس وهسيبه بقى. انا عملته في الاول كده علشان خاطر اسيبه يبرد براحته عشان احطه في التلاجة. هنا بقى نعمل البلول. بصوا انا هحاول ان انا اعمل المشاريب الاول، يعني الحاجات بقى اللي هنشربها الاول والحاجات دي. هنعمل بقى التمر. بصوا انا ماشياها كده، يعني بعمل التمر ده كده كده اللي هو البلول اساسي، اساسي في الفطار. تمام، اللي هو نفطر عليه. وبعمل لهم بقى اي نوع عصاير معاهم، يعني مثلا عملت قبل كده خروب. النهارده مثلا اعمل قصدي عملت لهم النهارده كده خروب. آه، امبارح كنت عامله لهم قمر الدين. مثلا بكره ممكن اعمل اي مشروب تاني، تمر هندي، دوم، اي حاجه. فمشيها كده. ومع نوع حلو، يعني بقى قطايف، كنافه، بلح الشام، صوابع زينب، اي حاجه بقى حلوه كده. نعمل البلول. وانا مش من عادتي ان انا بحب ابل التمر لوحده كده، احط له شويه سكر صغيرين. والحاجات اللي هي المشمشيه وقمر الدي المشمشيه، مش فاهم انا، مش مركزه معاكم خالص في الفيديو. المشمشيه والتين والقراصيه والحاجات دي، او لو زبيب كمان، الناس اللي بتحب تحط زبيب بحب ابلهم لوحدهم، محبش ابلهم مع التمر. فبسيبهم لاخر لحظه خالص، وممكن احطهم بقى بعد كده مع التمر، او احط لكل واحد في كوبايته كده اوزعه بعد ما احط التمر. هنا كانت الميه غلت كده، سقطت بقى البطه. ولسه بقى عندنا هنعمل شويه محاشي كده، مشكل محاشي. وبما ان انا تاني يوم بقى هعمل اكل واحنا لسه اول رمضان، يعني لسه بطاقتنا ونشاطنا وحيويتنا، قلت لبابا ان هو بقى يجي يفطر عندنا تاني يوم رمضان. عايزه اخد كله ورا بعضه كده على اللي هو ايه. هعمل كده كده اكل وكل نشاط فاخر رمضان ده بصراحه انا اتمنى ان انا في حاجات مرتباها في دماغي يا رب تمشي زي ما انا عايزه، اللي هو اخر 10 ايام دولت
عايزاهم للقيام والصلاة والعبادة وقراية القرآن. يعني مش عايزة بقى لا بسكوت ولا كحك ولا الحاجات دي تشغلني خالص عن الصلاة والعبادات. عايزة اقرب بجد اكتر. يعني احنا بنخرج من رمضان برضو مش كسبانين قوي، يعني بنضيع بقى على الاكل والمجهود والشغل والتنظيفات والترويقات وكحك العيد والحاجات ديت. فان شاء الله مرتبة شوية حاجات كده، ويا رب يا رب يمشي، يعني الترتيبات دي تمشي زي ما انا عايزة. طلعت بقى البتنجان وطلعت الكوسه وورق العنب كمان، وجايبه لفه جلاش عشان الحلو بقى هعمل لهم جلاش زي ما بقول لكم. مشروب مع التمر اللي هو اساسي في الفطار، واي حاجه حلوه بقى كده. ف بيبقى ما شاء الله والله، يعني الحلويات كده وتخلص على طول ما تباتش بقى. الخروب كان خلص. خدته بقى بصفيه كده بالمصفى اللي هي السلك رفيعه قوي، وافضيه في الازازه. وطبعا السكر بتاعه مش بدوقه، بس كان ما شاء الله بعد الفطار لما شربناه كان ما شاء الله تحفه. هنا بقى هنعمل كمان محشي بصل، قورت الكوسه وقورت البتنجان عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وهنا بقى بقور معاكم البصل. هنعمل بقى شويه محشي بصل كده. بصوا انا اول مره اعمله، بس بصراحه هو عجبني قوي. سي يعني ايه، كل واحد بصلايه كده حلوه، يعني مش اكتر من كده. هنشكل بقى المحاشي الكوسه والفلفل، او لو هتعملي فلفل، بس انا ما عملتش غير قرن فلفل واحد بس اللي هو الرومي ده، والبتنجان. وانا من الناس اللي بعشق البتنجان اللي هو الاسود في المحاشي، غير اللي هو البتنجان الابيض. مش عارفه يعني انا بحب الاسود اكتر. هاخد طبعا القلب بتاع البصل اللي انا طلعته ده، هاخده طبعا عشان احطه في الكبه، اضيف عليه بصل تاني عشان اخده بقى اللي هو ايه اعمل بيه بقى خلطه المحشي. والبطه بتاعتي على النار، حطيت لها بقى بعد ما شلت الحاجات اللي على الوش ديت، حطيت لها بقى البصل والطماطم والحبهان والمستكه وورق اللورا والملح والفلفل بتاعها، وسبتها بقى تستوي براحتها لان احنا هندخلها لسه الفرن. هنا هاخد بقى الخروب واحطه في التلاجة كده عشان يسقع شويه. والكبه بتاعتنا انزل بقى بالبصل، وكنت قطعت الخضره. بصوا في حاجات بعملها يعني بحس ان هي مش مستاهله ان انا اصورها لكم، عشان زي ما قلت لكم وقت الفيديو ما يبقاش طويل ورزل عليكم. مشكلتنا بقى في رمضان اللي احنا بنبقى واخدين الموضوع اكل وشرب بس، والله مش كده خالص. هي الفكره انا عارفه ان كل الناس ما بتبقاش واخده الموضوع ده كده، لان الكنافه موجوده طول السنه والقطايف موجوده وكل حاجه موجوده طول السنه. بس المشكله ان فعلا سبحان الله في رمضان كل حاجه بيبقى ليها طعم مختلف. الكنافه والقطايف بتبقى عادات وحاجات، يعني بيبقى ليها طعم تاني، فسبحان الله. بس نحاول ان احنا نعمل لنفسنا بقى وقت كده مخصص لقراءة القرآن. ما نسهاش على نفسنا خالص، لو حتى كل يوم جزئين كده. ممكن تختمي المصحف مرتين، طب مش هتقدري يبقى كل يوم جزء. وطبعا مع اذكارك اليوميه الصباحيه والمسائيه، والاذكار بقى اللي انت شغاله كده، خلي لسانك دايما معطر بذكر الله. هنا بقى برضو كنت حاطه طماطم اسويها على النار، اخدها كده اضربها في الخلاط. عايزه اقول لكم ان انا ما خزنتش طماطم وجبتها ب4 جنيه والله، يعني جبت الكيلو ب4 جنيه. لقيتها كويسه جبت 2 كيلو، طيبتهم كده سويتهم بسرعه على النار وانا شغاله. انزل بيهم كده بعد ما نزلت بالبصل والخضره، وبحب احط معلقه كزبره ناشفه كده بتدي للمحشي طعم حلو. وهحط ملح، ومش هحط بقى فلفل دلوقتي لان انا هاخد من الخلطه دي جزء، لان مامتي الله يديها الصحه ويقويها ويبارك في عمرها ملهاش، ما بتاكلش اي حاجه فيها فلفل ولا لحوم ولا، يعني بصوا انا كنت محتاره اعمل لها اكل ايه ومش عارفه. والمشكله ان هي ما بتاكلش غير يعني لحمه، يعني فراخ بس، فراخ او ارانب ومره واحده في الاسبوع. فربنا يديها الصحه يا رب ويشفيها، اللهم امين بحق الايام المفترجه. فهي اكلها حساس شويه. بعد ما عملت خلطه المحشي كده وحطيت الزيت وكل حاجه، هشيل شويه من الخلطه ديت علشان برضو طريقه التسويه بتاعتها هتبقى مختلفه. يعني هسويها لها بشويه ميه وصلصه، لان هي ما بتاكلش برضو اي شوربه بط شوربه لحمه، مفيش غير الفراخ والارانب هي اللي بتاكلها بس، في كل الطيور كلها. فهنعمل المحشي بتاعها لوحده. هعمل لها حله محشي كده فيها بصلايه على كام كوسايه على كام بتنجانيه لوحدها كده، اسويهم لها على جنب. وكمان برضو عملت لها شويه شوربه خضار صغيرين، شويه كوسه كده على بطاطس على بتنجانه. برضو بحب اقطع البتنجان كده مكعبات بيبقى طعمه جميل. حطيت لها رميت لها فيه بصلايه وطماطمايه وشويه ميه بقى، واسويهم لها على النار كده شوربه خضار جنب الاكل. لان زي ما بقول لكم مش اي اكل هي بتاكله، فبصراحه هي يعني لا كلت لحوم ولا اي حاجه، حتى البط طبعا ما بتاكلش منه خالص. بس الحمد لله والله على كل حال، كل حاجه تيجي من ربنا الحمد لله عليها ان هو فاكرنا.
هنحشي بقى البتنجان كله كده. انا لما بقور البتنجان احب احطه في ميه وملح وليمون عشان ما يسودش، بتلاقيه زي ما هو حتى لو هتبيتيه لا بيجلد ولا بيجراله اي حاجه خالص. حطيه في التلاجة لو انت هتعملي من قبلها بيوم. صراحه انا مرضتش اعمل اي حاجه قبلها بيوم، انا قلت كله هعمله في يوم واحد، بس والله كله جه على دماغي. الواحد عارفين انتوا بتجري وبتبقي مستعجله ومتسربعه وطبعا الصيام في توقيت شتوي فالنهار قصير، فدي برضو بتبقى مشكله. بيبقى لو عندك عزومه معلش عايزه تصحي من الساعه 9 8 الصبح عشان تجهزي العزومه وتكوني مجهزه لها قبلها بيوم. فانا بصراحه هي مش مستاهله، هي مش عزومه ولا حاجه يعني، هي ايه، آه، اهلي يعني يا جماعه فمش فارقه يعني. فايه برضو تجهيزات على الخفيف وحاجات والله سهله وبسيطه. والمحاشي دي معلش يعني بقت لعبتنا خلاص، احنا كلنا بنعرف نعمل محشي. هتقولي حد كده ما بيعرفش يعمل محشي؟ والله كله بقى بيعرف يعمل محاشي، كله بقى بيعرف يعمل اكل. النت ما خلاش اي حاجه يا جماعه والله. النت بقى يعني اي حد عايز اي وصفه يدخل على اليوتيوب يطلعها، عايز اي وصفه يدخل على الفيسبوك يطلعها. فالموضوع بقى سهل وسلس قوي. بس اهم حاجه خليكي حريصه مش اي وصفه تاخديها، يعني مش اي حد يقول وصفه تاخديها، لان المكونات بقت غاليه والحاجات بقت غاليه قوي. فاللي هو ما تجازفيش بحاجه يعني تبوظ لك الدنيا. المشكله ان في ناس الله يسامحهم بقى وربنا يهديهم يا رب بحق الشهر المفترض، بيبقوا عارفين ان الوصفه بايظه والوصفه خربانه معاهم، لا ويطلعوا يعملوا لك الوصفه ويقولوا لك الوصفه دي تمام. فحرام بجد والله العظيم، الناس يعني على اخرها وبتجيب الحاجه بطلوع الروح. فربنا دايما يجعلنا سباقين بالخير ودايما نفعل الخير ودايما نبعد عن اي حاجه شر يا رب. هنا بقى خلصت البصل كده حطيته في صينيه صغيره. انا مش عامله بصل كتير، انا عامله بس ايه في الصينيه دي 5 بصلات بس. البصل غالي بقى يا جماعه، بس انا بستخدمش غير الايام دي بصراحه حقيقي يعني البصل ابيض. هنحشي برضو هنا الكوسه. بصوا هي الصينيه ديت بعد ما خلاص كنت هحط فيها الكوسه، لقيتها كبيره فجبت صينيه. هتشوفوا دلوقتي ان انا نقلت الكوسه في صينيه اصغر يعني شويه. والله بصوا ما كنتش عامله اكل كتير يعني، والمحاشي برضو مش كتير، انا شايفاهم مش كتير خالص، بس المشكله ان هم اتبقوا منهم قد كده. وكمان هنعمل برضو محشي ورق عنب. فالحمد لله الاكل كفى وكان كتير قوي وما شاء الله. ولسه هنعمل ملوخيه ونعمل جنبها كمان لسان عصفور. بصوا هنا هاخد البطه بقى هعمل فيها حركه حلوه قوي. قطعت بصل شرايح كده، وعليهم طماطميه صغيره شرايح وحبه ملح وحبه فلفل، ومسكتهم كده دعكتهم بايدي. وهنا بصلايه مبشوره عليهم برضو معلقه صلصه من اللي انا عملتها ضربتها في الخلاط، وملح وفلفل. واخد بقى وعليهم شويه زيت، واخد البطايه بقى ادهنها كده. بصوا انا كنت مسوياها يعني، حتى لو تلاحظوا ان العظمه كده باينه منها خالص فاصله عنها، ان هي خلاص خدت تسويتها وتمام التمام. بس انا عايزه ادخلها الفرن 10 دقايق ولا حاجه تاخد لون. وكمان البصل مع اللي هي التتبيله اللي انا عملتها ديت هتديها طعم. وكمان عايزه اقول لكم لحمها كان زي الزبده. واخد بقى ايه حبه شوربه كده وافضيهم على البصل عشان يستوي. عايزه اقول لكم ان طعمها كان زي الزبده، كانت اللحمه بتاعتها دايبه كده. وانا بحب اللحوم بتبقى دايبه، ما بحبش اللحوم تفضلي تندغي فيها ما تدوبش معاكي، انا بحب اللحوم تبقى دايبه. فهاخدها بقى بالتتبيله اللي انا عملتها لها دي واركنها على جنب. هسوي الكوسه الاول وبعد كده اسوي يعني هدخل الكوسه الفرن هي والبصل واسويهم. وبعد كده في الاخر خالص اللي هو خلاص قبل المغرب بحاجه بسيطه هحط البطه بقى تتحمر. ما رضيتش بصراحه احمرها على البوتاجاز، قلت التتبيله دي هتديها طعم. ويا سلام بقى لو عملت التتبيله دي وسويتيها نص سوا، وقطعتي بقى شرايح بطاطس وشرايح بقى بطاطس كده وبصل وشرايح طماطمايه ومعلقتين صلصه كده، وخليتيها بقى ايه كملت شواها في الفرن، وتبلتيها كده بشويه ملح وفلفل وبهارات، وخليتيها بقى تشوت بقى ايه يعني كملت بقيت سواها شوي في الفرن، هتبقى طعمها رهيب. بس عايزه بقى تتبيله مظبوطه وتقعديها في التتبيله حوالي ساعتين 3 كده. هاخد بقى بعد ما حطيت الشوربه على المحاشي، هاخد بقى محشي الكوسه احطه في الفرن هو والبتنجان بقى احطه على البوتاجاز. البتنجان بيستوي كده على البوتاجاز. في الفرن ما بفضلهوش في الفرن، بحس ان هو لما بيكون في الفرن بيبقى مجلد شويه، فلا على البوتاجاز في حله كده بيكون افضل. وهنا بقى معلقه سمن بلدي كده نعمل لسان عصفور بيبقى ليه طعم تاني بالسمن البلدي.
الملوخية دي بتتعمل في آخر لحظة، يعني اللي هو ايه قبل المغرب بنص ساعة كده نعمل بقى الملوخية. خلاص أكلنا خلاص شبه خلص كده خالص. وكمان هنعمل السلطة، مفيش أي حاجة غير السلطة بقى والمخللات والحاجات دي. وعايزة أقول لكم إن أنا بقول لكم المخللات وأنا أصلا نسيت المخلل على الأكل، يعني أنا ما حطيتش مخلل أساسا على الأكل. هناخد بقى معلقتين زبدة كبار كده، عليهم معلقة سمنة جنة، معلقتين برضو سمنة جنة. حطي بقى ما تستخسريش، لان احنا هنعمل بقى ايه الجلاش. هنعمل بقى الحاجة الحلوة. خلاص اكلنا خلص وكل حاجة في الفرن وتمام التمام والدنيا مية مية. هنعمل بقى اخر حاجة الجلاش. وانا كنت عاملة السيرب بتاع الكنافة، عاملاه يعني معاكم امبارح لما عملنا الكنافة بالمانجا. فكده كده زي ما بقول لكم انا بعمل الكيسه وبحطها في التلاجة، وقت ما بعمل حلويات بطلع، مش لسه بقى هقعد كل شويه اعمل عسل للكنافه. هنا بقى معايا شويه بقى سوداني كده، انا بحب اجيب السوداني واقشره واكسره في البيت، محبش اشتريه من الحلواني خالص. بيجيبوا ارض انواع السوداني ويكسروه ويبقى طعمه وحش ومخزز طعمه ملهوش اي طعم خالص ومش بيبقاش حلو ومرطب كده. هحط بقى معلقتين 3 سميد كده، عليهم معلقتين 3 برضو سوداني كبار قوي. وكمان بحط شويه معلقه برضو او معلقتين جوز هند على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها. لو هتعملي كميه اكتر هتضاعفي بقى معاكي الحاجات ديت. عايزه اقول لكم ان الجلاش الآلي ده ما بيستحملش حاجه، بس هو بيبقى احلى، طبقاته بتبقى ارق من الجلاش اليدوي، فبيبقى احلى في طعم الجلاش نفسه، بيبقى رقيق كده، وبتبقى في الجلاشه احلى من الجلاش اللي هو اليدوي. بس المشكله ما بيستحملش. هنحط كل طبقه، يعني بصوا انا بحط 3 طبقات لو هو رفيع كده وصغير، طبقتين بحط يعني الجلاشة وهي مفرودة كده طويلة، بحط طبقتين، طبقة ادهنها بالمادة الدهنية بتاعتي، وبعد كده احط طبقة تانية وادهن برضو بالمادة الدهنية، وبعد كده احط الحشو والف بقى، الف رول كده. وفي الاخر خالص بقى بعد ما الف كده اقطع بقى الرول قطع صغيرة صوابع حسب ما تحبي. المشكلة ان هو اتقطع كتير يعني مهري كده من جوه، فزي بقول لكم الآلي ده ما بيبقاش مستحمل اي حاجة خالص. ما شاء الله الجلاش بيبقى طالع طعمه تحفة، بيبقى جميل قوي، وانا من عشاقه بصراحه. يعني المشكله بقى الحلويات ديت يعني بتخرب الدنيا، انا عندي بتوطي لي ضغطي، فببقى عايزه اكل جلاش عايزه اكل كنافه، بس مشكلتها ان هي بتوطي الضغط. وغلط والله العظيم كتر الحلويات دي كتير غلط، لان يعني في الدول اللي بره خصوصا الدول الاجنبيه عندهمش حاجه اسمها جبنه حادقه كده، يعني حتى لو بيضه ما فيش حاجه اسمها، كل الجبن عندهم عادبه، مفيش حاجه اسمها حاجات سكريات والكلام من ده. احنا المشكله بقى المصريين او كده عندنا بقى السكريات والحلويات والحوادق والكلام ده كله. بس يلا هو شهر في السنه، وربنا يطعم الجميع وما يحرم حد يا رب. هنعمل بقى خلاص كده. بصوا انا هعمل بقى ايه باقي الجلاش مع نفسي كده، لان عايزه معامله خاصه ومعامله حساسه قوي، يعني لو حد مثلا لسه بيتعلم لا مش هيعرف يعمل اي حاجه خالص. ف وخصوصا ان احنا في وقت بقى رمضان، فبيبقى الحاجات دي عليها زحمه، فبتبقى كفاءتها مش زي ما بتشتريها في الايام العاديه، فالورق دايب مش عايزه اقول لكم. حط الطبقه كده، انا حاولت بقى اجيب لكم واحده مفروده عشان اوريكم. حط طبقه، حط الماده الدهنيه، حط الطبقه التانية، واحط الماده الدهنيه برضو، وبعد كده اجي حاطه بقى الحشو اللي جواها، وابدا بقى ايه الف كده رول واقطع. بصوا كده صوابع بقى كده زي ما انتوا شايفين معايا. بس وطبعا دهنه الصينيه بالسمنه والزبده وباللي هي الاسباتيولا دي الفرشه السيليكون، وبحطهم بقى برصهم بالشكل ده وهدخلهم النار. وعايزه اقول لكم التسويه بتاعتهم انا عملت فيهم ايه، انا غطيتهم بالكوسه، يعني والكوسه في الفرن، خدت الجلاش حطيته على صينيه الكوسه من فوق. عايزه اقول لكم ان هو اتحمر حلو، بس اهم حاجه الشعله بتاعه البوتاجاز او الشعله بتاعه الفرن تكون هاديه خالص، هاديه هاديه يعني. عايزه اقول لكم ان هو اتحمر من فوق ومن تحت من غير ما يتحط على الفرن، يعني على الصاجه بتاعه الفرن مباشر. بعد ما بيطلع بقى من الفرن ما باخدهوش احط عليه السيرب على طول، لا بسيبه يهدى شويه عشان يفضل مقرمش معايا لاخر واحده. اسيبه يهدى شويه اللي هو يبقى دافي، والسيرب كده كده ساقع وانزل عليه. فعايزه اقول لكم ان هو بيبقى مقرمش وطعمه جميل. هنا بقى خلاص كنت خلصت الجلاش وفضيته في طبق، معلش يعني خلاص الوقت كان اتزنق،
فمكنتش عارفه بقى اكمل التصوير كده. بس الحمد لله عملنا السلطه، جوزي الله يديه الصحه عمل السلطه. وعايزه اقول لكم ان انا نسيت اهم حاجه، الزيتون المخلل اللي احنا مخزنينه ومظبطينه وعاملينه، بس مش مهم ان شاء الله طلع لكم الفيديو الجاي. انا اصلا كنت بحضر بقى الملوخيه وكده، وكان المغرب اذن، خدوا بقى فطروا على البلول كده عبال ما خلصت تجهيز الاكل، وكمان صلوا المغرب. وبابا الله يديه الصحه ما بيحبش يقعد على الفطار غير لما بيصلي المغرب، فصلى المغرب. وبصوا البطه ما شاء الله اللهم بارك، كانت متحمره وكان طعمها زبده ودايبه كده، والتتبيله اللي عملتها لها في الاخر دي خلت طعمها تحفه. بصوا ده بقى طبق الجلاش اهو. هم كلوا منه برضو، دخلوا عليه يعني قبل الفطار كده قالوا يدوقوا، بس كان طعمه رهيب. يعني انا عايزه اقول لكم والله مش بشكر في نفسي، بس بجد جربي الجلاش بالطريقه دي والله العظيم ان شاء الله يعني هتبقي استاذه في عمايل الجلاش ان شاء الله بامر الله. والله ما بنزل لكم هنا على القناه غير كل حاجه حلوه وكل حاجه ناجحه. بعد الفطار بقى حال المطبخ، بس ان شاء الله هيخلص في ثانيه، وكانت قرفته زي العسل وخلصته على طول. وعملت الشاي، قلت بقى ايه، عندي اهل بيحبوا يشربوا الشاي على طول بعد الاكل، فقلت بقى ايه يبقوا يحلوا بقى بالجلاش والفاكهه. فقلت اشرب الشاي الاول عشان ماما كانت مصره تغسل المواعين، قلت لها لا انا هشرب الشاي واقوم اخلص المواعين. بصراحه هي انتوا فاهمين قعده المطبخ بقى، هي جت قعدت جنبي كده في المطبخ وانا شطبت المواعين بسرعه. صراحه هي مش ناقصه يعني، اللي هو كفايه عليها اللي هي بتعمله في البيت، وربنا يقويها ويديها الصحه ويقوي كل امهاتنا يا رب، اللهم امين، ويبارك في عمرهم ويديهم الصحه. هنا بقى حطيت بقى بعد ما غسلت المواعين وخلصت ومامتي كانت مشت، حطيت بقى كوبايه شاي هنا في الخمسينه كده صغيره، اشربها بقى كده ايه تفوقني شويه. انا اساسي بعد ما بخلص بقى المطبخ، بعد اشرب شاي بعد الفطار، وبعد الفطار اخلص المطبخ واصلي العشاء، لازم اعمل لي كوبايه شاي صغيره كده ايه تنعشني شويه. بصوا طبق المحشي ده كله متبقي، فان شاء الله بقى يبقى يكفيهم لتاني يوم ان شاء الله. بقى ما نعملهمش اكل لتاني يوم خالص، نقضوها بقى البواقي عشان مش عايزه اي حاجه تتشال في التلاجة خالص. وانتي كمان اعملي كده، اي حاجه باقيه زودي عليها، حمري بطاطستين، اعملي شويه خضار كده، وما حطيش اي حاجه في التلاجة لان التلاجة ما بتبقاش ناقصه اساسا. الجلاش ده بقى اللي اتبقى من الطبق الكبير، قلت بقى ايه بعد ما نشرب بقى الشاي ونريح كده قبل السحور، بنحب ننقنق في اي حاجه ان شاء الله هيتاكل. المطبخ بقى بتاعنا رايق، نعمل بقى كوبايتين كده الشاي، 5 شاي صغيرين كده. وبس طالما مطبخك بقى نضيف ورايق، تدخلي بقى تحضري سحورك وانتي فايقه قوي. بعد السحور برضو تغسلي مواعينك تلاقي نفسك فايقه، فهتلاقي نفسك فايقه ورايقه كده، اللي هو موراكيش بقى اي حاجه تانية ولا اي شغل تاني. فبصراحه المطبخ لما بيكون نظيف انتي نفسيا بتكوني مرتاحه. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد، واشوفكم على خير في رعايه الله.